عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده ان شاء الله جو بقى برد جدا. نعمل كده غدوة كده سريعة على طول. حاجة كده تفتح النفس وتدفينا كده في البرد. هنعمل النهارده يا حبايبي بامية باللحمة، وهنخلي بقى بتنجان بالشطة الحمراء بقى اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات، وشويه كده رز بالشعريه. غدوه كده حلوه ولذيذه. وبصراحه انا دايما عشان بس ما اطولش عليكم يا حبايبي، انا دايما في الشتاء بحب احضر وجباتي كلها تبقى جاهزه علشان ما اقفش كتير في البرد بقى والميه والكلام ده. يعني مثلا البصل بفرمه بكيسه في علبه في الفريزر او في كيس، تمام. الفلفل الاحمر طبعا بتاع البتنجان بقى والحاجات دي برده بجهزه برده زي ما قلت لكم في الفيديو السابق قبل كده. الطماطم بخزنها، وهنعمل مع بعض ان شاء الله يا حبايبي فيديو ازاي نخزن الطماطم لاكتر من سنه بطريقه ناجحه جدا جدا وروعه وبتبقى حمرا جدا. اللحمه برده بسلق كيلو ونص او 2 كيلو، بروح مشوحاهم كده ومسلقاهم وشايلاهم في اكياس، كل كيس على قد الطبخه. وبرده الشوربه بشيلها في اكياس برده بزود بيها الاكل اللي بسقي بيها المحشي، تمام. فبيبقى على طول بقى الطبق بتاعي بركب ده مع ده مع ده في السريع على طول، بحيث ان احنا ما ناخدش وقت في المطبخ ونقف كتير ونضيع وقتنا في البرد ده، ونبقى طبعا مجهزين حاجتنا. دي حاجه تانية كمان يا حبايبي برده، واحنا برده في السوق نجيب خضار بزياده، نجيب فلفل، ليمون، بطاطس، جزر، بحيث يبقى عندنا كل حاجتنا. حتى لو احنا مش قادرين نعمل اكل على طول، نقوم نعمل اي حاجه سريعه، صينيه بطاطس نسلقها، الكلام ده. ماشي يا حبايبي؟ هنبدا دلوقتي مع بعض نعمل الباميه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض الباميه. انا حطيت في الحله هنا ماده دهنيه، تمام. اول بس ما تسخن شويه معايا، هنزل بالبصل، بصلايه مفرومه ناعم. انا بحب افرم البصل ناعم عشان ما يبقاش باين في الاكل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيها في الماده الدهنيه بتاعتي بقى، زبده، سمنه، زيت ذره، على حسب ما كل حد فينا بيفضل. وهنشوح البصله. انا مش هخليها تغمق معايا، يعني دايما في الخضار نحاول يا حبايب قلبي ان احنا ما نغمقش البصله قوي، بتبقى صحيه اكتر وهي فاتحه شويه، ولا فاتحه خالص ولا غامقه قوي. هنشوح فيها شويه يا حبايبي، وبعدين هنحط الثوم المفروم. هنا يا حبايبي البصله دبلت زي ما احنا شايفين اهو، لونها بقى حلو قوي. اتفقنا ان احنا البصل ما يغمقش معانا في الاكل علشان ما يبقاش صحي خالص. واحط بقى فصين الثوم المفرومين على البصله، تشويحه كده اهو، تمام يا حبايبي، في السريع. وانا بحط الصراحه بحب احط على البصل وهو بيتشوح، بحب احط شويه فلفل اسمر، حبه كده على البصله، وشويه على الطماطم وهي بتتسبك، تمام. بعد كده يا حبايب قلبي هنشوح بقى اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوح اللحمه بتاعتنا مع البصله، تشرب من طعم البصل والثوم، يبقى طعمها حلو جدا. تشويحتين بس كده اهو. الريحه بقى ريحه حلوه جدا، تقلبتين كده حلوين اهو زي الفل. وبعدين يا حبايبي هننزل بعصير الطماطم اللي انا ضرباها، ودي معاها طماطم مجمده، تمام. انا ضرباها في الخلاط ومصفياها، ومعاها كمان شويه كانوا عندي في الفريزر برده. هتغلي بقى غلوتين، تتسبك كده تسبيكه كده مش تقيله قوي، يعني معقوله. وبعدين يا حبايبي هنكمل الباميه بتاعتنا. على ما الطماطم تتسبك بقى انا هقلي البتنجان واخلله، وهنشوفه مع بعض يا حبايبي. يا حبايبي كده الطماطم بتاعتنا اتسبكت اهي وبقت زي الفل، زي ما احنا شايفين شكلها حلو جدا جدا، تمام. دي بقى الباميه انا مفرزاها اهو، كيس الباميه اهو. يا رب يكون لون الباميه باين في الكاميرا. شايفين خضرا ازاي يا حبايبي؟ انا مفرزاها من الصيف اللي فات، ولونها زي ما هي اكنها لسه طازه في الموسم بتاعها بالظبط. طالعه من الفريزر على طول، هحطها على طول وهي متلجه كده اهوت في الصلصه. هفتحه بس يا حبايبي وانزل بيه في الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. ننزل بيها يا حبايبي في الصلصه. لونها زي ما احنا شايفين خضرة جدا جدا، منتهى الجمال. طبعا الخضار اللي بنفرزه بينفعنا جدا بصراحه في غير الموسم بتاعه. يعني احنا مثلا في الشتاء ونفسنا مثلا جت على الباميه ولا حاجه، بدل ما نشتري فروزن من بره، خضار متجمد من بره مش ضامنين طبعا نظافتها، ولا الباميه كانت فيها مشاكل ولا حاجه، لا احنا نعملها على ايدينا احسن، ومش هتاخد معانا اي وقت، وفي نفس الوقت في اي وقت بقى نفسنا تروح ليها احنا او الولاد او اي حد، حتى ندي لحبايبنا كمان كيس ولا كيسين ولا حاجه. تمام يا حبايبي. بس كده اهو. هملح بقى الباميه بتاعتي. نحط بقى الملح بسم الله، ونظبط بقى ملحنا ايه لما تخش في السوا. وهنحط شويه فلفل اسمر، وقرن فلفل كده اخضر كده حلو سليم زي ما هو. انا بحب احطه مع الباميه بصراحه، بيديها ريحه حلوه قوي، وانا بقى اللي باكله في الاخر يعني، بيبقى من نصيب انا. تمام يا حبايبي اهو. بس هنغطي بقى الحله بتاعتنا ونسيبها تستوي، ولو احتاجت شوربه هنزودها شويه بشويه لحد ما تستوي خالص. ونعمل بقى الرز يا حبايبي دلوقتي هنعمل مع بعض الرز بالشعريه. احنا بقى الباميه على النار، والبتنجان حمرناه وخللته تمام في نفس الوقت كده على طول. الاكله كلها بنعملها في نفس الوقت، على كل عين حاجه، يعني عين عليها الرز، عين عليها الباميه، عين عليها البتنجان. هنا حطيت زبده وزيت. هنزل بالشعريه بسم الله، واحمر الشعريه لحد ما يبقى لونها ذهبي. وبعدين يا حبايبي ننزل بالرز. طبعا الرز المصري لكل كوبايه رز كوبايه ميه، يطلع مفلفل وحلو جدا جدا ومش معجن خالص. انا هقلب الشعريه لحد ما تحمر، وبعدين هنحط الرز مع بعض. كده الشعريه اتحمرت وبقت لونها ذهبي زي ما احنا شايفين اهي. شايفين لونها ما شاء الله ذهبي وزي الفل. هننزل بقى بالرز اللي احنا غسلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. دول كوبايتين رز عليهم حوالي كوبايه شعريه. انا بحط لكل كوبايه رز نص كوبايه شعريه. كوبايتين الرز يبقى عليهم كوبايه شعريه. تمام. هنحط بقى الملح بتاعنا بسم الله، ونقلب الرز كويس جدا مع الماده الدهنيه علشان يبقى مفلفل معايا وحلو قوي. تمام. عندي شوربه هنزود شوربه، ما عنديش يبقى هنشغل الكاتل بتاعنا وناخد ميه مغليه على طول نزود بيها الرز بتاعنا. هنا يا حبايبي اهو الرز زي ما احنا شايفين حورته كويس جدا مع الشعريه والماده الدهنيه. سامعين صوت الخرفشه؟ الحركه دي حلوه جدا، بتخلي الرز بتاعي مفلفل وحلو قوي. تمام. انا سخنت ميه في الكاتل بتاعي وهزود بيها الرز. عندنا شوربه قلنا يا حبايبي نحط شوربه بسم الله. بس تمام كده قوي. هنقلب بقى الكلام ده كله بسم الله الرحمن الرحيم. الميه زي الفل كده، مش محتاجين ميه تاني خالص. حلو قوي قوي. ننزل بقى كل الرز اللي على الجناب ده اهو. ونغطي يا حبايبي الحله بتاعتنا، واول ما يشرب الميه هنهدي عليه النار خالص خالص لحد ما ما يستوي. وهنقدم يا حبايبي اكلنا مع بعض ونشوف. يا حبايبي شكل غدانا النهارده عملنا مع بعض الباميه باللحمه. تمام اهي زي ما احنا شايفين اتسبكت وبقت حلوه جدا، والباميه استوت وزي الفل، واللحمه بقى عايزه اقول لكم بقت زبده حلوه جدا يا حبايبي. وعملت رز بالشعريه مفلفل وزي الفل، وقالت لهم كمان بتنجان مخلل بقى بالفلفل الاحمر اللي احنا عملناه مع بعض، وفلفل كده، وعيش بقى بلدي كده سخن حلو يفتح النفس، وطبق شوربه كده للزوم الدفى. تمام يا حبايبي. وليمون بقى عشان الباميه بقى للي بيحب يعصر ليمون على الباميه. انا بقى هكمل غرف بقيه الاطباق يا حبايبي. ده كان غدانا النهارده البسيط السريع اللي ما خدش معانا وقت خالص. عملناه كله في نفس الوقت على البوتاجاز في نفس التوقيت.
اقل من نص ساعه كنا خلصنا بامر الله. اتمنى يكون غدايا النهارده عجبكم، واتمنى من كل اللي بيشوفني لاول مره لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.